السلام عليكم اخوتي. صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. نتمنى موسم جيد للجميع ان شاء الله. اخوتي، بغيت فقط نوصيكم على ضرورة التشميس جد مهم في هذه المرحلة، لانه يعني التشميس يعطيهم فيتامين دي اللي يثبت الكالسيوم في العظام، وبالتالي الذكر تاعك ولا الانثى تاعك تكون قوية ان شاء الله وتكون مستعدة كما ينبغي لشهر التزاوج. لهذا اخوتي ما تنساوش التشميس جد مهم، مثل ما ترون خوتي هنا راح نوريكم ان شاء الله. خوتي التشميس جد مهم. هذه عينة من الطيور، راني ندير لهم يعني جروب بار جروب باش يتشمسوا كاع ان شاء الله. والمقنين يعني خاطره يضيق، ما يبغيش يقعد في بلاصه واحده، يعني احنا هكذا مره على مره كيكون الحال مليح مجمس نخرجوهم في الشمس حل لمده نصف ساعه هكذا ولا، وندخلوهم ان شاء الله باش هكذا يعني الطائر تاعنا يعني يخرج كاع اللي عنده من طاقه. يعني وتشوفوا ما شاء الله كي تخرجوهم للشمس ينشطوا ما شاء الله، الله يبارككم. تشوفوا راه يغزوا يرماجيو على بعضهم بعض. يعني ما تنساوش اخواتي التشميس. طبعا اخوتي يعني اللي عندك السؤال ولا فقط يعني في هذه المده القصيره يتفضل، باش ان شاء الله هكذا نكوبي هذا اللايف. اللي عندك السؤال تفضل خوتي. محفوظ تو، عليكم السلام خويا، اهلا بك. الله يبارك فيك خويا عزيز. الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك فيك خويا محفوظ. بو عنان انس، السلام عليكم. هي مدة مناسبة للتشميس كيكون الشمس هكا ماشي حرة كيما تكونش حرة، لانه كاين فرق بين يعني الشمس تاع الصيف والشمس تاع الربيع هكذا. هذه الشمس تاع الربيع ما تضرهمش، هذه يعني تخليهم من 20 دقيقة لنص ساعة. اما لما تكون يعني الصيف والحرارة بزاف تما تحضي روحك، هذيك الشمس تفرحهم تخليهم فقط يعني ربع ساعة ولا 10 دقائق. امين. وعليكم السلام خويا، مرحبا بك مرحبا بك. ريج الرمال، وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. توفيق، وعليكم السلام خويا، مرحبا. والله غير الانثى راها باغيه تبوزي له، الانثى راها باغيه تبوزي، ولكن تكر ما راش واش تما. الانثى راها مروزيه راها باغيه تبوزي، كان تكر راه واجد مليح تبوزي له نورمال، ولكن نزيدو نصبرو معليش. الذكورة راه عندي 4 ذكورة مازال ما دخلوا في لاشالو نيشان، حتى هما راهم يرماجيو، ولكن مازال شويه نزيدو نصبرو ان شاء الله حتى باذن الله يدخلوا في لاشالور مليح. انا محدد المقنين، ما بغاش يطبق البارير على الانثى، يعني يبقى هكا يصف البارير باغي يمشي لها بالمعنى مازال، ولكن فقط يبقى يشطح هكا ويرقص، هذيك ما كاش منها، معنى ما راش جاهز حتى تما. كاع تدخله راح يسكت وراح يهرب على الانثى، ما راح يدير لها والو. ولكن كي تشوف المقنين هاك باغي يمشي شغل باغي يلصق هكا في البارير تاع القفص، باغي يمشي للانثى تاع بصح، تما عرف بدير المقنين تاعك راه داخل في لاشالور. عندي مقنع عنده اكثر من عام في القفص يخاف بزاف، جربت حطيته في قفص صغير، جربت الحلبة، جربت غطيت القفص على الاجناب لكن بدون جدوى. امي خويا شوف، القفص عفوا المقنين هذا هو طبعه، كي ما يكونش قدامك بزاف ما تخليش قدامك بزاف، بطبيعة الحال كي تدخل عليه راح يبقى يخاف. كاين اللي ضرب 3 سنين في القفص وماشي راتب، ولكن انت باش يرتب لك يا خويا خليه امامك في غرفتك. مثلا هنا الغرفه تاعي انا كيجي مقنين جديد ندير له في قفص صغير اول شيء،
ونحطه منا قدامي كاين نوض عليه العشيه نكون قدامه، يعني نجي نوكله هكا مره على مره بيدي راح يرتب. شو الضربه الاولى يبقى يتخبط ويخاف منك، حاجه عاديه، ولكن من بعد راح يستسلم لك، راح يستسلم وراح يبقى يغني قدامك، راح يبقى يشطح قدامك نورمال. يعني ماشي مشكل خويا بصح. ولكن هذا هو طبعا المقنن يجي خلاوي. ولكن مثلا انا مضاري والفوني، ولكن كي بعد عليهم مثلا شهر ولا ما يشوفونيش كي نجي جاي عاود يبقاو يتخبطوا مني يخافوا مني. امر عادي، امر عادي جدا. بوعنان انس وفيك بركه خويا بوعنان. الاخضر افسي عبيدي السلام عليكم اخ معاذ، ما رايك بتزوج حسون بانثى الليك؟ تقدر، علاش ما تقدرش؟ تقدر ان شاء الله، ولكن يلزم خدمه، يلزم خدمه اخويا، يلزم خدمه. يعني انت جاهز مليح والكما على الله. محفوظ توات اخي انا اشتريت مقنن سوفاج عنده 3 اشهر يغني بصوت منخفض، هل هذا عادي؟ في اغلب الظن هذا عادي اخي، امر عادي جدا. ان شاء الله يعني كي تجهزوا مليح وراح يقرب الربيع يبقى يروزي شويه بشويه، راح الصوت تاعه يبقى يعلى شيئا فشيئا. يعني في اغلب الظن امر عادي هذا خويا، ماشي مشكل. لان المقرين هذا هو في بعض الاحيان في المشتى والخريف، حتى انا يصرالي المقرين يكون يغني بصوت مرتفع في الربيع وكلش، كي يدخل المشتى ويخرج من مرحله غياش الصوت تاعه ينخفض. عبدو بو جعفر تغذية فراخ الحسون. يعني انا راح نعطيك واش ندير لهم. راح نعطيك واش ندير لهم. اولا الخلطه تاع البذور الكامي الزرقاء هذيك، نجيب 100 غرام تاع الطعام تاع الكسكس. راك شايف الكسكس اخي؟ هذاك تديره في الماء شويه تتنفخه، وياك تخليه يتسيشا شويه يعني ينشف شويه وتخلطه. وثاني ثاني شيء نجيب ملعقه تاع الاومنيفيت ونديرها ونخلطها مليح. خلطها مليح انك تشوف الباطي ندير 100 غرام هكاك بين الخلطه والاخر. عندي ميزان يعني الكتروني صغير. وتاني البيض اخي. ومره على مره يعني مره في الاسبوع نعطيهم تمره للابوين او يعني تفاح باش هكا يطلعوا ان شاء الله اقوياء. جون ادوارد كاين منتج من شركه من شركه قال لي احد البائعين انه احسن لي حسون الفيرتيفيت. وانت واش رايك في توال من شركه فيرسالاجا؟ في توال نعرفها اخي، ما بصح شوف الفيرتيفيت علاش انا نبغي الفيرتيفيت؟ على خاطر فيه فيتامينات بزاف، راك فاهمني اخي؟ فيه فيتامينات بزاف. والفيتوال تاني فيه الفيتامين او، وفيه يعني الاوميغا 6 واوميغا 3 الصوالح، حتى هو مفيد. ولكن انا شخصيا يعني نحب الفيرتيفيت لانه فيه فيتامينات بزاف، يعني راح تعطي الطائر تاعك فيتامينات اكثر. والطائر تاعك كي راح يلقى الفيتامينات راح ان شاء الله يعني الكور تاعك كي يلقى الفيتامينات اللازمه التي يحتاجها راح باذن الله يجهز لك. ولكن يعني فيتامين مليح، مانيش نقول لك ماشي مليح، فيتامين مليح. انا هذا رايي والله اعلم. رحيم حسني سلام اخ معاذ. تقدر تقول لي واش نوكل الفراخ من اليوم الاول؟ انا يعني قلت لكم واش نعطي الخلطه اللي نعطيها الفراخ. ولكن يعني اذا ما عندكش الامكانيات تقدر تعطيهم فقط خلطه البذور والبيض المسلوق. البيض المسلوق يعني لمده 5 ايام، 5 ايام يعني. وفي اليوم الخامس المشربيه تاع الماء توضع فيها ملعقه عسل صغيره، وحاول يعني تشرب تفاح. هاد الامور يعني هذه كلها مفيده. والخلطه اللي قلت لكم عليها يعني الحسون نعطيه يعني نعطيه الاخر خلطه البذور الكامي الزرقاء، ونزيد لها 100 غرام تاع الكسكس يعني الطعام. وثاني نزيد 1 غرام من الاومنيفيت. فيتامينات مليحه وهكذا، يعني ماشي حاجه كبيره، فقط امور عاديه. وما تنساوش ثاني ابارتير يعني من اليوم الخامس للفوق كي يعني كي تباقي الفرخ تاعك كبر شويه زيدوا له بروكلي ولا الخس. يعني هاد الامور مفيده ثاني، ولكن ما تفوتوش يومين في السيمانه، لانه كان تزيد يومين في السيمانه الفرخ راح يقبضوا لا دياري. هاد الامور يعني مفيده كلها. محمد هبري يا خويا معاذ وين نصيب هذوك الفيتامينات؟ هنا في تينمسان. تشوكي فيتامين كنت تلقاه
اذا ما لقيتش هذاك تلقى هذاك هذاك في التوكي فيتامين كوباريخو جاي صفر، هذاك متواجد في كل مكان. النيكتون اس النيكتون متواجدين في كل مكان، يعني تلقاهم هذوك ماشي مشكله. بالكارسيكولينا بي يعني كانت كاينه في مستغانم، شفتها مستغانم، المفروض راها موجوده. واذا الكارسيكولينا بي اذا ما لقيتهاش شي افيكول، افيكول راه متوفر، وثاني كفرتيفيت متوفر. شوف مش عارف، شوف امامه ولا في اجليده ممكن تلقى باذن الله، ولا يعني اذا ما لقيتش شوف في السوق بيوم الجمعه بالك على ربي، ولكن ما ظنيت تلقى الكالسيكولينا وهاد الصوالح. شوفهم في يعني حانوت يكون مليح. محفوظ، العفو اخي وجزاك الله بالمثل. امين. المقارن ديالك بديت تعطيه فيهم في الفرتيف، نعطيهم فرتيفيت، نعطيهم نورمال. انا المقارن تاعي راهم في مرحله متقدمه، قادر من دروك ندخلهم يتزوجوا، ولكن راني صابر عليهم مازال. اخترنا راني نطول لهم النهار، راني ندير لهم نظام الاضاءه، طولت لهم النهار. دوك المقارن تاعي راهم حاسبين رواحهم في الربيع، ولكن هي في الحقيقه ماشي الربيع، غير انا موديفيت يعني الاوقات. شو في المغرب كي يقرب المغرب نشعل الضوء دروك راني نوصلها حتى ل 19 حتى ل 8، راني نوصل الاضاءه حتى ل 8. وراح يعني كنت نزيد بشويه لانه نعت لكم الفيديو تاع نظام الاضاءه، هذاك مفيد جدا، يعني خاصه الاناث يجهزوا بالخف يروزيو. جوريان ميتشو سيلو اخي، ما راني رسلت لك في البريفي فيديو ما ريبون والله يا اخي. شو رسائلهم بزاف في البريفي، راهم بزاف والله غالب، ما غلبت عليها، راني ندير لكم اللايف باش نجاوب على الجميع ان شاء الله. ربي يعلم، الله غالب اخي، والله الله غالب. دوك من بعد نزيد نشوف وعلى ربي نجي نتلاقاك، يعني 300 رساله ولا 400 والله ما على بالي، بلا ما نهضروا على اليوتيوب، بلا ما نهضروا، الله غالب. راح نشوف ان شاء الله، راح نشوف. سلام خويا. الدواء المليح تاع الكبده واش هو؟ راح نفهمك اخي، نفهمك بعد. اول شيء الكبده يعني كيفاش تنظر لك، اولا من نقص يعني النظافه، ولا كي تكون يعني الحسون تاعك ولا الكناريه ياكل البذور الزيتيه بزاف، ولا تكثر له الفيتامينات بلا ما دير يعني فيتامين يساعد الكبد. في هذه الحاله الكبد تاعك راح يصرى فيه التهاب. كاين الفيتامينات اللي نعرفها مليحه، كاين افيكول معروف في كل مكان. كاين تاينك هذا الكاسيكورينابي، هذا فيهم كاع ماده الكولين، فيهم ماده البيوتين، فيهم لاميثيونين، هادو كاع يساعدوا الكبد باش يعني يقبض يعني يرجع الوظيفه تاعه ترجع طبيعيا. لهذا شوف انت الافيكول ولا كاسيكورينابي، ويعني اذا ما لقيت تماما هاد الصوالح، شوف يعني دواء يكون فيه ماده الكولين، لان الكولين هي اللي تعاون الكبد تاعك. كمال جباري، ما هو الافضل اللي تجي عند الحسون، فيرتيفيت ولا الاومنيفيت؟ شوف خويا، خصنا نديرو فرق. الفيرتيفيت هو اصلا مخصص يعني للتهيج، كما قال فيتامين مخصص باش يحفز الهرم يحفز يعني جنسيا الطائر تاعنا، خلاص، يعني لانه فيه فيتامين او بزاف، فيه يعني امور اللي تهيج. اما الاومنيفيت فهو مكمل غذائي، حتى الفيرتيفيت تقدر تكون مكمل غذائي، ولكن الفيرتيفيت يعني هيج الانثى اكثر، يعني مخصص للتجهيز. اما الاومنيفيت فهو يوفر لنا الفيتامينات. لهذا الاومنيفيت نستعملو حتى الفراخ باش تكش روحها. يعني ان شاء الله تكون عرفت الفرق الان بيناتهم، ولكن التجهيز الفيرتيفيت ماشي الاومنيفيت. رغم انك تقدر تعطي الاومنيفيت باش يعني الصحه تاع الطائر تاعك تكون جيده، يكون نشيط الى اخره. هذا هو الفرق، ما كانش. السلام عليكم اخ معاذ، هل ابدا في عطاء الحسون فيرتيفيت يوميا؟ لا، ماشي يوميا الان، ماشي يوميا، حتى الشهر الجاي ان شاء الله، حتى المارس بقى تعطيه يوميا، باش ان شاء الله في افريل باذن الله يبدا موسم التزاوج. الان تقدر تعطيه مثلا يومين 3 ايام في الاسبوع هكذا، ولكن ماشي يوميا الان، حتى لانه يومين 3 ايام المقنين تاعك تبقى تهيئ فيه وتهيئ له الكبد تاعو.
وننصحك تتبع يعني الفيديو اللي وضعته لكم باش الكبد تاعه ما ينضر ان شاء الله. شي افيكول ولا كارسيكولينا بي باش تعاون الكبد تاعه ان شاء الله. وفيك بارك اخويا عبدو. العفو يا اخويا رحيم حسني. محفوظ تسوات اخي، انا دوكا راني نعطيلو كودي الكامي الزرقاء كودي كيندو، يعني غير ما بدلتها له وقتاش نبدلها له كامل، نردها له كامل زرقاء. اذا الان يعني المعده والامعاء تاع الطائر تاعك خلاص راح تعرف الكامي الزرقاء، يعني فاتت عليها مثلا كما نقولوا 15 يوم ولا، خلاص تقدر يعني تردها له كامي زرقاء ماشي مشكل. ولكن المهم ما تقلبش مباشره، فهمني؟ يعني مثلا اذا بديت تعطيها لها هذه 4 ايام ولا مازال، يعني خليه زيد خليك شغل الكورت تاعه يوالف ديك الكامي كي يعني الامعاء تاعه والبطن تاعه يتعرفوا مليح على ديك الغذاء الجديد. ديك الضربه اقلبها يعني مباشره كامل ما كان حتى مشكل. امين. انا المقارنة تاعي دايرهم في الصالون يسهروا معايا. اه خطا، هذا خطا. المقنن اللي يسهر اخويا معاك ما تستناش منه كاع نتيجه، هذه نقولها لك ديها من عند اخوك معاذ. خصك تحترم اخويا نظام الاضاءه، يعني يا اما تخليه طبيعيا بشوف بلا كاع ما تخرف فيه، يعني تخليه امامك كيجي المغرب تطفي عليه تخليه يرقد، ولا يعني انت تزيد نظام اضاءه كما وريت لكم. ولكن باش المقنين يسهر معاك حتى 12 حتى 11، هذا خويا هذا خطا في التربيه، تمشي عليك هكا المقنين تاعك ما يطلعش مليح. امين. 12 ساعة إضاءة في اليوم، 12 ساعة مقبولة، يعني أنا قادر نطلعها حتى 14 ساعة في اليوم، ولكن شيئا فشيئا ماشي ديريكت 12 ساعة يعني تثبتها له في 12 ساعة. لا، لأنه الحسون يحس، الحسون يحس بالمشتى، يحس بالخريف، يحس بالربيع، يحس بالصيف. هذه هي. مصطفى حويشي راه قاتلك البرد. لا راني مريض، راني مريض خويا، مال الحر راه مليح، حتى البقال راني دايرهم برا ما نورمال، بصح شنو راني مريض شويه، شو راني بردان الحمى البارده راه فيا. جون ادوارد، العش تاع المقني كي يكون كبير يصلح ولا لازم نديرو واحد صغير؟ لا، شو المقني يدير له واحد صغير، واحد صغير تاع الحلفه هذاك صغير هكا، باش هكا خطر علاش شو المقنين، المقنينه من بعد ان شاء الله لو ولدت لك يعني بيضت لك عفوا، وكان دير لها عش كبير راح تنطحى فيه ما راح تلقى يعني الراحه تاعها. اما العش الصغير راح تلقى الراحه تاعها، راه يقبض لها الصدر تاعها هكا تقعد، اذا فهمتني يعني. المهم يعني العش اللي يساعد الانثى تاع الحسون يعني عش متوسط، ما كبير ما صغير، هذه هي. أه جوريان ميتشو، بغيت نعرف طريق ترافير اسمها دي الطريقه الصحيحه باش كوبلي حسون تاعي مي مازال ما وجدش، واش نعطيه؟ وشكرا. خويا وضعت لكم فيديوهات في اليوتيوب في قناتي على اليوتيوب، فيديوهات يعني مليحه فيها معلومات جيده وقيمه، ما خبيت عليكم والو. الشيء اللي راني نستعمله باش نجهز الطيور تاعي وريته لكم، لهذا من الافضل خويا تمشي تشوف بالصوت والصوره في الفيديو باش تعرف واش راني نقدم انا شخصيا للطيور تاعي. لهذا اكثر ما قلت نشرح لك من الاول اخي، يعني وضعت لكم الضربه الاولى النظام الغذائي، وضعت لكم الفيديو الثاني يعني نظام الاضاءه اللي توضحها، نظام الاضاءه جد مهم، وضعت لكم فيديو الثالث انا هذا كي نزلته الفيتامينات. لهذا خويا روح للقناه في اليوتيوب عيط لها معاذ تيجاني بالفرنسيه اكتبها، راح تلقى ان شاء الله فيديوهات يفيدوك بزاف بزاف. جو سوي تريست اخويا، علاش راك تريست؟ فرح، تفائل تفائل، بدل الاسم تاعك، كتب جو سوي اورو باش ربي ان شاء الله تفائل ولو كذبا. سلام خويا، عندي الفمار عطيتها فالتيفيت، طيحت لي الريش وبدات تخرج في الريش جديد،
زعما تعاود توجد ولا لا، هل الامر طبيعي؟ كي طيحت داك الريش وعطيتها الفيرتيفيت، معناها الفيرتيفيت مغشوش. فيرتيفيت الاصل تاعه ماشي نيشان، يا اما مغشوش يا اما راك عرضته ليميديتي، ما فيهاش وان شاء الله مازال الحال، مازال الحال راح تعوض لك باذن الله الريش، ومازال الحال مازال الحال، ما تخاف ما تخممش كاع ما تخممش. ولكن هذا ماشي امر طبيعي بطبيعه الحال، ماشي امر طبيعي. هذا هو. فادي بن خالد، السلام عليكم اخ معاذ، كم من مرة طعام الفراخ بالسونانج. شوف المفروض هي يعني اقل شيء تطعمها كل 3 ساعات، يعني ساعتين ونص 3 ساعات في اليوم، كل 3 ساعات تطعمها، يعني كل ما تشوف يعني هذه الحويصلات تاعها خوات تطعمها، يعني تخرب لها هكا هكا هنا لتحت في الدقن تاعها، كي تخرب لها هنا راح تحل فمها باش تاكل. ولكن حضير روحك خويا، تتابعهم مليح، ياخذوا وقت تاع بصح، ياخذوا وقت. انا مره ولا مرتين ولا يعني كنت نرفد الفراخ نربيهم بيدي، بصح واش نتعذب تاع بصح، خاصه الانسان اللي ما عندهش الوقت يعني راح يتعذب تاع بصح. لهذا خويا حضي راسك. امين. امينوفيتش خويا معاد، عندي فما شاردوني غير كيما خرج من السقات، زعما تقدر ان شاء الله، اش ما تقدرش تجهزها من الان، تقدر باذن الله، كاع ما تخممش تقدر، مازال الحال. راها شويه روطار بصح مازال كاين حتى مور الصيف ان شاء الله. سفيان مارشي بيان. اوكسيفيت واش ديجا استعمل؟ لا للاسف خويا ما استعملتهاش من قبل، اوكسيفيت هذه ما استعملتهاش، سامحني. معاد بوعياد، واش بك اخي كمال جباري، واش كاين؟ جون ادوارد، وعندي انثى حسونت انا مقلوبه في القفص، مقلوبه يعني تخيل كيفاش مقلوبه، وايضا تضع فضلاتها في العش الذي وضعته. شوف مقلوبه مانيش عارف واش راك تعني بها، تبان لي والله غير حسبتها بو عمار جا على بالك، شت غير ضلفات هكا يا خوتي حضيروا رسالكم بو عمار، والله حضيروا رسالكم تاع بصح. انا مره جبت في فمال فولور تاع حمام، شريتها ب 300 ميل، فولور حمراء ما شاء الله. كي طلعت للسطح يا خوتي نلقى غير الريش تاعها والراس تاعها، ولقيتها غير دم، والله غير بقات في خاطري. حضيروا رسالكم خويا جون ادوار، نرجع للسؤال تاعك. وعندي تحسن تنام بالمقلوب في القفص وان تضع فضلاتها في العش هذه وضعتها. تنام بالمقلوب يعني تنام معلقه في القفص، يعني هذه الطبيعه، وريت لكم كيفاش نزعوها من الحسون. وايضا تضع فضلاتها في العش، هذا امر عادي، امر عادي. الانثى مازال ما جهزت، ما تعرفش كاع شنو هو العش، راك فاهمني؟ راه كي يعني تقعد في العش راه تزق فيه، امر عادي اكرمكم الله، ماشي حاجه يعني امور عاديه هذه. جيمي دوشان، خويا معاد انا صلحوا لي العام اللي فات وكبروا، ولكن 2 3 اشهر ماتوا بواحد المرض في كروشهم، كيفاش الحل لتقوية الفراخ من المرض؟ شوف يعني 3 شهور خلاص راهم كبروا، ماشي المفروض يعني كيش فاهمك انت الوقايه اللي نوضعها احنا كوقايه، عندنا خل التفاح، عندنا الثوم، هاد الامور كاع نمدوها كوقايه. يعني مره المفروض كل واحد فينا مره في الاسبوع يقدم يعني الماء اللي يكون فيه الثوم، ويدير يعني بعض القطرات، 4 قطرات تاع خل تفاح، باش هذا يقوي المناعه تاع الطائر تاعو، وايضا يتجنب الامراض. ولكن انت نظن انه راه اصابتك يعني كاش بكتيريا تاع الكوكسيديا ولا. المفروض انت شوف اول حاجه كي تشوف الطائر تاعك منتفخ ولا حاجه، لانه خصك تراقب الطيور تاعك، كي تشوف الطائر منتفخ تقلب له البطن تاعه، تشوف البطن تاعه واش راه اللون تاعو باش تعطيه الدواء. خلاص اخي، لهذا يعني قال لي انه قادر تقوي المناعه تاعهم، تعطيهم الوقايه، ولكن كي يدخل المرض يدخل كاع الطيور، يصيب كاع الطيور. كان يمرض طائر واحد راح يعدي لك كاع الطيور الاخرين. عياشي بن عيشوبه، السلام عليك اخي معاذ، عندي انثى كناري حيرتني فيه، فهي جاهزه التزاوج، وعند سماعها الذكر يغرد تقوم وضعية التزاوج، لكن عندما الذكر كبسها تهرب.
ولا تدعه يكبسها وهي كل يوم تجلس في العش صباحا ولكن لا تضع البيض. أفدنا أخي معاذ وشكرا. يعني نظن والله أعلم هذه أنثى بكرية صغيرة ما عندهاش اكسبيريونس، ولكن كي راها التحنين المفروض راها جاهزة. مانيش عارف المدة اللي راك مخليها مع الذكر، يعني إذا مدة قليلة مثلا فقط يعني أسبوع ولا وبانت لك بدي ما كان والو، لا المفروض كي الذكر راه جاهز وهي راه تبوزي تخليهم مع بعض، خلاص تخليهم مع بعض، ما تنزعش الذكر، ما تنزعش، تخليهم يبنيو العش. هي ان شاء الله تبقى تبني العش ومام طون مره على مره تبقى تبوزي له. هذه هي خاطر كي راه تبوزي خلاص واش بقى لها، هذه ما بقى لها والو، الا اذا هذه مانيش عارف يعني خارقه للعاده ولا. هذه هي. لهذا خويا قضيه وقت، انا بالنسبه لي هذه كي راه تبوزي قضيه وقت، لان الذكر يعني راه اغريسيف، راه يجري موراها خوفها، هذا ما كان. ولكن ان شاء الله تبوزي لها عادي، ما كان حتى مشكل، خاصه في الصباح، في الصباح تبوزي ان شاء الله. جون ادوارد، تقديم اللوز الحلو الطازج الغير المقشور هل يدير الحصون؟ لا اللوز ما تقدمهش هك، اللوز قدمه مطحون، مطحون اخي. محفوظ، العفو خويا العزيز، مرحبا بك. يا الله يا كريم. فوناتر دو هجرة النوس. خويا معاذ عندي كنارية ولدت لي بيض ما يمل، اسمع هذه يا اخي، يا اخي كتبوا نيشان، بيض ما يملبليش ودا ملقح. والله اخي ما فهمت السؤال تاعك. شوف خويا عاود السؤال تاعك، عاود السؤال تاعك بالعربيه الفصحى باش نعرفها ان شاء الله. خلاص دوك نجاوبك ان شاء الله. وما فهمتش والله ما فهمت. لطفي علال، اللهم امين خويا بارك الله فيك. اريج الرمال، اللهم امين شكرا. طاجين سيد علي، جزاك الله خير واياك خويا. محمد هبري، خويا معاذ ونصيب هذوك الفيتامينات. جاوبتك على السؤال خويا محمد، جاوبتك على السؤال تاعك. قلت لك شوف في السوق ولا شوف في المحلات تبع الطيور. نعاود لك باش ان شاء الله نعاود لك اخر مره. خلي انه كارسيكولينابي لقيته مستغانم بالمعنى راه متوفر ان شاء الله. كارسيكولينابي قلت لكم اذا ما لقيتوش يعني عوضوه بالافيكول خلاص. والنيكتون اس موجودين في كل بلاصه، تلقاهم ان شاء الله في السوق ولا في المحلات بيع الطيور في امامه ولا في اي جهه. وثاني واش قلت لكم تشوكي فيتامينيك قلت لكم تلقاوه هذاك موجود. كاين هذاك اللي وريته لكم هذاك هو الاقوى والمليح، ولا كاين تشوكي فيتامينيكو باريخو جاي جون صفر هذاك متوفر، انا في كل مره نشوفه. تلقاه اخي، تلقاه في السوق ولا في اي جهه. خويا جوريان بارك الله فيك، صحيت. تحياتي الناس مستغانم، مستغانم هايله هكا، هايله ان شاء الله. من جهه سالاموندر تلقى الاخر لي فيتامين، كاين واحد الحانوت تما ما شاء الله راه يبيع، شتا يبيع بزاف صوالح. حمزه مزاوي شكرا اخي، العفو خويا مرحبا بك. هاشي عثمان، انثى مكسوره الجناح ممكن تتزوج. داويها داويها. اذا الانثى يعني الجناح تاعها مكسوره، شو رجعوا في بلاصتو هكذا، جيب سبارادرا لاصق طبي يعني دور عليها هكا وعلى ظهرها. شوف راني وضع لكم راني وضع لكم فيديو على اليوتيوب، يعني عالجت حمامه يمامه، يمامه كان الجناح تاعها مكسور، وريتكم الطريقه بالصوت والصوره حتى تعرفوا. لهذا انت شوف روح حوس في قناه اليوتيوب يعني كيفاش تعالج الكسر تاع الجناح. راني وضع لكم فيديو تابع نفس الطريقه، نفس الطريقه، ولكن شي سبارادرا يعني لاصق طبي وقبض، يعني رجع الجناح في بلاصتو باش يقبض بلاصتو، لانه الجناح تاعها مكسور وتتزاوج ما نظنش اخي، لانه راح ما تقبلش يعني التوازن تاعها، ما راحش تقبض التوازن تاعها. غا عزيزكي، السلام عليكم. السلام. غا عزيزكي خويا معاذ، حاول تشرح لي مزيان كيفية استعمال الكونتاكس. الكونتاكس الصبيغة حتى تستعملها. شوف اخي، تستعملها للطيور اللي تحمل الجان تاع اللون اللي راك حابه، يعني حنا نستعملوا غير الاحمر، ما نستعملوش الاصفر وهذوك الصوالح.
لانه الاصفر قادر يخرج نورمال عادي بلا ما تسدير الصبغه. الكونتاكس ديك الحمراء امر عادي. تجيب مثلا باطي 100 غرام تاع باطي. الباطي هذا واش فيه؟ كي نقولوا باطي معناها خلطه. انا شخصيا راح نوري لك الطريقه تاعي كيفاش نستعمل، ما راح نخبي عليك والو. ندير وخاصه اللي فراخ الموزايك، انا نستعملها الموزايك تاعي كي يقفلوا 40 يوم 40 يوم بالتمام والكمال. 40 يوم ركز معايا. دير 100 غرام تاع خليط. هذا الخليط واش يكون فيه؟ يكون فيه خلطه البذور، ويكون فيه حل 50 غرام تاع كسكس. الكسكس يعني الطعام، الكسكس ساعه يقولوا الكسكس في المغرب. هذاك نسمخوه مليح، يعني نسمخوه حتى ينتفخ شويه، ثم نخلطوه مع خلطه البذور. وخلطه البذور كامي ولا اي خلطه بذور، ونديروا له 1 غرام تاع كونتاكس. 1 غرام تاع كونتاكس، ونعطيوه منها من هذه الخلطه نعطيو الفراخ ياكلوا. هذه الفراخ نبقاو نعطيوها يومين بيومين يومين بيومين يعني. ونجيبوا الافيكول ولا كارسيكولينابي نعطيوها مره في الاسبوع باش الفراخ تاعنا ما تنضرش الكبد تاعها. يعني نستمروا في اعطاء هذه الخلطه الكونتاكس حتى للفراخ تاعنا تقفل يعني حل 3 شهور، حتى للفراخ تاعنا تقفل 3 شهور من عمرها. ركز معايا مليح. وثاني نستعملوها في مرحله غيار الريش، يعني الطائر تاعنا الموزايك هذا تاعنا ولا الريد فاكتور ولا يعني الشيمول هذاك الشمال، كاين الشمال كاين الريد فاكتور، كاين بزاف الموزايك هادو كاع اللي حاملين الجينات. كي تدخل في غيار الريش نعطيوها له يوميا، نحبسو يعني قبل اسبوع باش يعني يحبس غيار الريش، باش يعني اللون الاحمر تاعو يجي داكن ويجي مليح، يخرج مليح. خلاص اخي فهمتني ولا نزيد نفهمك؟ ولكن عموما راح نوضع لكم فيديو ان شاء الله، لانه بكل صراحه بزاف ناس في اليوتيوب حاطه فيديوهات على الكونتاكس ولكن ما عارفاش كيفاش تشرح، ما عارفاش تماما كيفاش تشرح للناس. لهذا باذن الله راح عندي الفراخ تاع الموزايك نخدمو يعني منذ القدم، ما نبغيه الموزايك ما نكذبش عليكم. راح ان شاء الله مع الفراخ تاعو راح نوري لكم باذن الله يعني بطريقه مبسطه للجميع يفهمها كل انسان كيفاش تقدموا الكونتاكس للطيور باذن الله. خلاص اخي ان شاء الله نكون فتك، والسلام عليكم. كحلوش الحواته صباح الخير حبيبي، الله يبارك فيك، ربي يجيب لك الشفاء، الله يحفظك مون فرير. لي باريزيان راهم يسلموا عليك اي ميرسي بور توت لي زيكسبليكاسيون. الله يحفظك خويا بارك الله فيك. حتى انا سلامي الناس باريس، حتى انا عندي الاخت تما في باريس. تحياتي ليكم، تهلاو في لسانكم. يا الله يا كريم الكرماء. حبيب الشاوي بودغن، السلام عليكم اخي معاذ. عندي في البية غرفة فارغة واريد ان اقوم بطلق الطيور بها مع توفر الغذاء ومتطلبات العيش، ولكن هل يمكن ان اقوم بطلق الحسون والكناري والباجي؟ لا الباجي لا، هذا خطأ. شوف الحسون والكناري عادي، ولكن تطلق معاهم الباجي حضي روحك تاع بصح. الباجي لا كان اغريسيف راح يقتل لك الحسون، راح يقتله. لهذا حضي روحك خويا، حضي روحك تاع بصح. الباجي تربى وحده. اذا باغي تربي شتا يعني الناس متقدمين تاع الخارج يربيو الباجي في غرفه وحده، ما يربيش معاه طائر داخل، لانه الباجي اذا كان اغريسيف راح يتقب لك العين تاع الطائر تاعك. خوتي تبان لي الاسئله كملوا خلاص. راهم معنا اليوم غير راهم معنا اللي مشاو يقراو. عزيز شكرا اخي، ما كاش مشكل خويا عزيز، مرحبا بك والناس المروك. والله غير البارح سيبورتيت المروك من قلبي يا خويا، لعبت والله لا لعبت وما ربحتش، ومكتوب الله خويا، بصح والله غير للاسف ان شاء الله نتمنوا المنتخب المصري يبقى، نتمنوا له التوفيق ثاني، ونتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي. منتخب ما شاء الله اخويا والله غير ما شاء الله.
جوريان ميت، من فضلك معاد عليه جوج فيتامين فارتي مخدوعه. ايه اكيد خويا، شوف. شنو نقول لك، التجار هنا ربي يهديهم، ربي يهديهم، ربي يهديهم. علاش انا قلت لكم كي تشريو فارتي فيت شريوه من مصدر موثوق، يعني حانوت معروف يكون عندها روجيست كوميرس معروف بالتجاره، اشريو من عندها. لانه الناس دروك راهم يديروا في اليوتيوب، والتيوب هذاك ما تعرفش كاع باش يخلطوه، لا يخلطوه بالفارتي فيت ولا بحاجه ولا فارينه ولا الله اعلم، حتى الكولور تاعه تجي مصغيره. لهذا حنا نتمناو الهدايه. وانا تواصلت مع الشركه تاع فيرسون لاغا شخصيا، تواصلت معها في الايميل، ورجعوا لي قالوا لي بدي ما غيرنا والو في الاخر في المنتوج تاعنا، ولكن المشكل راهو في الاخر في التاجر ولا في الشاري. هو راه يعرض المنتوج تاعه للخطر، راه يعرضه للميديتي، يعرضه يعني لهاد الامور. لهذا خويا انت حضي راسك، اشتري من مصدر موثوق، والفيرتيفيت تاعك ما تخليهاش في الرطوبه. الله الكريم. بونجورني معاد، صحيت؟ انت ايضا خويا العزيز. عزيزكي، سؤال اخر اخويا، عندي الهجين، واحد عمره 2 سنوات وواحد عنده 6 اشهر، ممكن نعاود نحفظهم او لا؟ لا ما تعاودش خلاص. شوف خويا، باغي نفهمك حاجه، الهجين او اي طائر كي يرفد لغه، يتعلم لغه، من المستحيل تغيرها له، من المستحيل خلاص. يعني في الشهر تاع الدريساج مثلا عنده شهرين، شهر ونص، قادر يعني تغير له التغريد لك تسمحوا له، ولكن من بعد 6 اشهر 7 اشهر طفرت خلاص، ما تقدرش تسمع. ربيع حمزة، سلام أخ معاذ، عندي مقنين عنده 3 سنين، 3 سنين. العام الأول تاعو كوبلا مع كناري وخرج فروخو، أما هاد العام ما حبش ينطق، راهو ساكت، ما حبش ينطق. نطقوه إن شاء الله، نطقوه. أمر عادي خويا، مازال ما جهز، راه عاد ما دخلش راه عاد حتى ما وجدش. انت واش دير دروك؟ اعجلوا على الكناري، اعجلوا. جهزوا كما وضحت لكم في الفيديوهات بالفيتامينات، باش يبقى يغني، ما تنساش الدوش، ما تنساش التشميس، باش هاد الامور كلها تحفز على التغريد، تحفز مليح على التغريد. لهذا ان شاء الله مع بداية الربيع، يعني كي النهار يبقى يطول، راح يبقى يغني شيء فجيئا وراح يهيج ان شاء الله. ما تنساش تفرتيفيت، ما تنساش ولا تستعمل نيكتون اس ونيكتون او، يعني كل فيتامينات راني قلتها لكم في الفيديو ان شاء الله، راح تلقاها باذن الله. عندي انثى حسون عندها جيمي دوشا، عندي انثى حسون عندها 3 سنوات، لكن ما حبت تركح مليح. شوف اخي، يعني ما حبت ترتب، هي تركح. ديرها امامك خويا، ديرها امامك، قضية وقت ان شاء الله، وراح تهدأ ان شاء الله. حبيب شاوي بودغن، كيف اعرف ان الكناري فيه الفاش؟ تلقاه يحك، يعني شوف الفاش، العلامة تاعو سهلة. تلقى الكناري كل وقت يعني ينظف روحه وينفض روحه، كأنه حاجة راح تزعجه، حاجة راح تمصلو الدم. ولا تاني تقدر دير قطن يعني في المجثم من تحت دير قطن. الفاش يحب اللون الابيض، راح يتجمع لك في القطن. واد عندي كناري كي ندير له صباعي يصدم عليا. والله امر عادي خويا، امر عادي ماشي مشكل. اجريسيف هذا ما كان، ولكن اذا كان منفخ روحه، لان الكناري اذا كان اجريسيف يهجم عليك، وامر اخر اذا كان مريض ما قادرش يتحرك ممكن تاني يهجم عليك. لهذا شوفوا اذا مريض ولا نشيط فقط. ما جمال بن يونس، وفيك بركة خويا العزيز جمال بن يونس، الله يبارك فيك خويا، راك عزيز على القلب خويا جمال. ايمن بواتينغ، استحمام في شتاء الحسون، يستحم عادي عادي ما كاش مشكل، فقط ما ديروش في التيار الهواء كوروندير، ما ديروش في كوروندير. سلام اخي، انا حاب نبدا مشروع تربيه الطيور، هل تنصحني بالزبرة او الباجي؟ هدفي الربح منهم، راس مالي 50 ألف، يعني 5 ملايين، واشكو مسبقا. أنا لو كنت في مكانك
نربي الزبرة، لانه علاج الزبرة سهل جدا، سهل ويولد بزاف وفيه ربح، فيه ربح. لهذا ننصحك اخي بالزبرة. والزبرة قادر يعني كاجا كبيرة شوية دير فيها حتى 3 ازواج، لانه طائر جماعي ويعشش في كل وقت ويبيض في كل وقت. لهذا ننصحك، وربي يوفقك، ربي يوفقك وربي معك ان شاء الله. وتحياتي لك. قال لي اخويا اللي يخدم ويجتهد يتاخذ الاسباب، وما يبقاش يحصل في فلان وفلان راه حقرنا وراهم دايرين حقنا نستعرف به راجل. لهذا خوتي تاخذوا الاسباب، تاخذوا اسباب الرزق. تمشاو ما ترقدوش حتى 12 تاع الصباح ومن بعد تقولوا لي ما كاش خدمه يا خويا. انت هذه هي خويا، ما كاش نزيد نهضر فوق هذا الشيء. وربي يوفقكم ان شاء الله. عزيز ممكن اخويا التليفون ان شاء الله دوك نفتح يعني. لانه خوتي سامحوني والله غير سامحوني خوتي، راكم تشوفوا الوقت والله ما راه كاين، والله ما راه كاين الوقت باش حتى باش ندير هذا اللايف. غير اليوم يعني ما قريتش ما درت والو. راني ان شاء الله ان شاء الله كي نلقى الوقت راح نفتح يعني هاتف خاص بالمجموعة ان شاء الله. عمر عبيد، المفروض فهرنا موجودة الفيتامينات، فهرا موجودة ان شاء الله. واستعملوا كاع الشهر، كاع كما قلت لكم كاع الشهر، يعني بداية من الشهر المقبل. الان في هذا الشهر وضعوا يعني فقط يومين في الاسبوع، مثلا فيرتيفيت ولا النيكتون. بصح الشهر الماجي ان شاء الله تدخلوا في البرنامج. ايمن يا اخوتي، هذا السؤالين السؤال راح نجاوب عليهم ان شاء الله ونمشي باذن الله. راسي راه يوجعني. ايمن كل يومين او كل اسبوع، مره في الاسبوع، مره في الاسبوع كي يكون يعني البرد، مره في الاسبوع تكون كافيه ان شاء الله. استحمام يا الله يا كريم. ايوب نازي، اخي معاذ كان يسأل قاعد غير يزيد، هل كلاموكسيل فعال في هذه الحاله؟ ما علم انه في درجه حراره معتدله. كلاموكسيل اخويا تاع البنادم ماشي تاع الطيور. تجنب كلاموكسيل، لانه بقدر ما راح يفيدو بقدر ما راح يتضرر من جهه اخرى. لهذا استعمل ادويه تاع الطيور. استعمل اونتي سي ار دي تاع تابرنيل ولا اونتي سي ار دي، المهم مضاد للزكام، راح يفيدو ان شاء الله. خوتي واش نقول لكم، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. واش نقول لك، ربي يوفقكم ان شاء الله. دعونا الله بالخير خوتي. شوفوا اختي، انا وضع هذا الامور في سبيل الله. ما راش نطلبوا المال، ما راش نطلبوا اي شيء. انا اي يعني اي مربي راه يفيدكم، ماشي غير انا. اي مربي، عماد العرفاوي، ما نعرف، امير دباح، ابو فهد، كاع شو كل مربي راه يفيدكم. يعني راه يوضع الامر في سبيل الله. خلاص خوتي، لهذا ادعوا لهم الله بالتوفيق وبالنجاح وبالسداد. وان شاء الله ربي يرضي عليهم الوالدين كامل اللي راهم يفيدوا الناس. وربي يوفقكم. والسلام عليكم اخوتي، ربي يوفق.